السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتكم نبض المجتمع مع هند. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. قضية هشام الوهراني ما زالت قايمة، وكل يوم كاينة حاجة جديدة، كاينة تفاصيل صادمة، نكتشف أمور وش نقول لكم. الإنسان راه مصدوم، مش اللي رانا نشوفه فيه في الوقت تاعنا هذا. اتخلطت ما بين الجماعة ما بيناتهم واللي كانوا حاضرين طبعا أثناء هذاك الفيديو اللي تداول على منصات التواصل الاجتماعي، الاعتداء على الشاب رؤوف، خرجوا بتصريحات مفاجئة، صدمونا بالكلام تاعهم. كل واحد فيهم يحاول يبرأ نفسه. خرجوا زوج وبداو يهضروا عبر الفيديوهات ويوضحوا انه العداله راح تقول كلمتها قريبا. طبعا القضية ما زالت متواصلة وكل يوم تظهر فيه تطورات جديدة. اليوم خرج الجماعة هذو الزوج اللي كانوا حاضرين أثناء قلنا الاعتداء على رؤوف وداروا تصريحات للشعب الجزائري باش يبروا نفوسهم ويقولوا ما عندناش دخل في هذاك الاعتداء. سبحان الله، هذا الإنسان يكون تحت أمور تضغط عليه، يدير أفعال ومن بعد كي يسترجع عقله ويولي الحوالو يقول ما درتش ما كنتش ما فعلتش. اولهم ادم اللي راكم تشوفوا امامكم في الصوره، اللي كان يقول في البدايه انه كانوا يقولوا الناس باللي انه هو الضحيه، وكان اللي قال باللي هو مصور. خرج وقال هذه حاجه خطيني، ولما تشوفوا رؤوف يقوموا باستجوابه راح يقول لهم باللي انا ما عندي حتى علاقه بهذاك الشيء. هذا باش يبرر نفسه امام المجتمع الجزائري. وثانيا خرج كشكش المدعو كشكش، راكم تشوفوا في امامكم، هذا خرج هو الاخر في فيديو وقال باللي هما اللي جاوا لداري وحنا كنا نجمعوا من مره على مره عند واحد، مره نروحوا عند رؤوف، مره نروحوا عند هشام الى اخره. هو يقول باللي رؤوف ولد حومتنا، انا ما فوتوش، حسب التعليقات والتصريحات نتاعو. ما كنتش نعرف باللي هشام راح يعتدي عليه في داري. ولما انا مبقيتش نتدخل لانه مره تعرضت انه دافعت على واحد باش نسلكو، جات الضربه فيا وتعرضت الاصابه في يدي واصبح معاق من يدو، حتى الصوره امامكم واضحه. بسبب اني عرضت نفسي باش نسلك واحد عشات الضربه فيا، وهنا اللي جات في راسي وضربه تاني في راسه. المهم يشرح ويبرر في نفس الفيديو تاني انه الناس ظلمتني واتهاماتكم جرحتني، لما يكمل التحقيق راح تعرفوا الحقيقة. لكن رغم كل هذه التصريحات جماعة الخير، الفيديوهات المتداولة نتاعهم توضح انه كان حاضر اثناء الحادثة واستقبل هشام والجماعة هذه كل العصابة في بيته. التساؤل الكبير هو اذا كنت انت بريء كيفاش تدخل لدارك اشخاص معروفين بسلوك سلوكيات عدوانية وما يصلحوش وما يلوقوش وتقول ما تعرف والو. الانسان يعرف انسان موش مليح ما يدخلوش لبيته ولا لا؟ ما نجيب انا حبيت صاير كنت بكري ماشي مليح، حبيت نعذر روحي، خلاص الناس السوء هذو نبتعد عنهم، ما بقات معاهم حتى علاقه. لكن هو ده العكس. المهم الغريب في الامر ان كشكش هذا المدعو كشكش اللي خرج يبرأ في نفسه راهو اليوم مبحوث عنه من طرف مصالح الامن باعتباره صاحب البيت اللي وقعت فيه الحادثه. باختصار كل قضيه سخان اللعب وخشانة الدعوة، كل واحد ولا يجبد على روحه ويسلك فيه نفسه وحطوا كل اللوم على هشام الوهراني. طبعا الفيديوهات تاعهم راهي متداولة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وكاين طبعا. لكن الواقع اللي يقول كامل كانوا طرف بطريقة او باخرى، والعدالة راح تتحرك اكيد وكل واحد راح يدي نصيبه من الحكم. أما بخصوص الأخبار اللي راحت البارح حول إلقاء القبض على هشام الوهراني في تيبازا، فهي أخبار غير صحيحة، وتم كذلك بعض الصفحات نشروا بأنه هذا الخبر غير صحيح. ماذا بكم تنحيوا هذا الكلام، تشوشوش على العدالة وعلى السلطات نتاعنا، خلي تخدم خدمتها. أكيد السلطات الأمنية رايحة في الطريق الصحيح، والقبض عليه مسألة وقت وفقط. بإذن الله راح يكون في قبضة العدالة قريبا. طبعا هذه القضية مازالت مطولة، وإن شاء الله يا ربي عن قريب يكون خبر مليح أنهم يقبضوا على هذاك هشام ويأخذ جزاه اللي يستحقه حقا.
كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى لكم كل خير، الى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو لي في ربحكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.